مش كل قواعد البيانات شبه بعض. تعال اوريك في الفيديو دوت الفرق ما بين قواعد البيانات المختلفة، وهم عبارة عن 3 انواع رئيسيه بالنسبه للداتا انجينير. اول نوع من قواعد البيانات وهو اسمه ريليشنال داتابيز، ودي اللي كلنا عرفناها او عارفينها في الكليه او درسناها، ودي عباره عن جداول مرتبطه ببعضها عن طريق الفورين كيز او البرايمري كيز. زي مثلا عندك جدول في الويدجتس بيتبع اي ريجونز، وفي جدول تاني في تفاصيل الريجونز المختلفه، وبنربط الاثنين تيبلز دولت ببعض عن طريق البرايمري كي. اشهر امثله لقواعد البيانات ريليشنال داتابيز، الاوراكل داتابيز، الماي سيكوال، والبوست جريس سيكوال. تاني نوع من قواعد البيانات وهو اسمه كولومنر داتابيز، بتخزن البيانات بشكل عمودي مش صفوف، وده بيخلي الاستعلام اسرع في التحليل. امثله مشهوره امازون ريدشيفت، جوجل بيج كويري، او اباتشي كازاندرا. ثالث نوع وهو الدوكيمنت ستورز او النو سيكوال، حاجه زي الالاستيك سيرش، مش جداول ولا اعمده، ولكن بيخزن الداتا عن طريق جيسون دوكيمنتس. ممتازه جدا في البحث السريع، وبيستخدم لغه استعلام او لغه كويري اسمها الاستيك دي اس ال بدل السيكوال، ومناسب جدا لتحليل النصوص والجداول او البيانات الغير هيكليه او اللي اسمها unstructured data. عندك مثال وبرودكت فعلي على ارض الواقع اسمه مونجو دي بي. كل نوع ليه استخدامه المناسب. لو عايز شرح على اي نوع من قواعد البيانات ديت اكتب لي في الكومنت تحت وانا هعمل لك سلسله مخصوص. اشوفكم على خير.